لا 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 انا تعبت نفسيا. لا هم تعبوني. كمل. الحاجه الثانيه المصيبه اللي بهديها للدكتور عمرو حلمي وللنائب العام ان شريف حموده وزير الصحه الاسبق والدكتور عصام عثمان والدكتور سيد شرشر حاليا خدوا اموال من مشروع فيروسي معتمده بالاستمارات وماضيين بخط ايديهم بالاستمارات. كل واحد يتراوح بين 3000 و 4000 جنيه شهريا. هل لهم حق؟ ما لهمش حق. ما لهمش حق. دي زي ما تقول اتاوه، زي ما تقول عشان يغمضوا عليهم على السرقات اللي موجوده في مستشفى الحميات. انا اسائل الدكتور عمرو حلمي، هل يحق لوكيل الوزاره ان ياخد 4000 جنيه من مشروع فيروسي؟ هل يحق للدكتور سيد شرشر اللي هددني في مقر عمل في فنون صحيه يتقاضى 4000 جنيه؟ هل من حق الدكتور عصام عثمان يتقاضى 4000 جنيه؟ الاستمارات دي موجوده وسيادتك ممكن تطلع عليها والتقرير مكتوب. لكن كده حرام. انا ظهرت فساد وصرفت من جيبي بدل ما اكرم وسياده المحافظ يكرمني ومعالي الوزير يكرمني ان كشفت فساد يتم تهديدي. هل انت بتعمل كل الكلام ده عشان تتكرم يا استاذ هاني؟ لا انا مش عايز تكريم. انت بتعمل كل الكلام ده عشان ربنا. على ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين اول حاجه واخر انا قلت خدت عهد يا جماعه من نفسي، انا مش همشي من الحميات غير لما ميت، يا اما بنقول على نقاله يا اما كلنا نروح لامن الدوله ونروح في اي حته. ما فيش امن دوله عاد خلاص يا استاذ هاني. انا كل اللي انا بقصده ان الحق يعود لاصحابه، ان الناس الغلابه تاخد حقها من مشروع فيروس سي، لان انت بتعمل كل الكلام ده عشان ربنا وعشان الناس الغلابه. فعلا. اخر حاجه تقولها يا استاذ هاني؟ اخر حاجه اقولها ان انا مش عاوز اي حد من مديريه الشؤون الصحيه من التفتيش يدخل في هذا الموضوع، لان التفتيش المالي والاداري في مديريه الشؤون الصحيه يعتبر متواطئ، ومعايا مستند رسمي من محمد العرابي اللي هو تفتيش المالي والاداري خالف ضميره لاجل مين؟ هل لاجل فلوس؟ هل لاجل ايه؟ ده جابني مديريه الشؤون الصحيه بيقول لي انا بصلي على السجاده، والله العظيم لازم اقول الحق، وفي النهايه يطعني بظهري ويروح ببحث اموال عامه وبيقول ان المستشفى الحميات زي الفل، رغم ان في تقرير من الوزير بادانه كامله. انا في نهايه كلامي استعوض الله وحسب الله ونعم الوكيل، واطالب الدكتور عمرو حلمي راسا فوق كل مع النائب العام مع حقوق الانسان في تقصي الحقائق في كل كلمه قلتها. يعني انا بزيد على كلامك ان انا بقدم هذه الشكوى للسيد المشير محمد حسين طنطاوي القائد الاعلى للقوات المسلحه، تمام؟ الموجود حاليا لاداره شؤون البلاد، تمام. ومن بعده السيد الدكتور عصام شرف، تمام، رئيس وزراء مصر، تمام، والسيد الدكتور عمرو حلمي، تمام، وزير الصحه ووزير الداخليه. يا ريت تمام، مع النائب العام. اصرخ في النهايه لهم استغاثه، الحقوا 2 موظفين محترمين شرطه، انا ومدام امل زميلتي، حوطوا علينا، حمونا، شوفوا كلامنا، احمونا، واحنا في النهايه هنموت وهنعيش في حب مصر. شكرا استاذ هاني، شكرا، وشكوتك ان شاء الله توصل. شكرا.